مبروك يا عم، اول فلوس ترجع لك. طلع بقى باسبور حماده وبيع العربيه، ولا من شاف ولا من دري. مالك ساكت كده ليه؟ بتفكر فيا يا صاحبي؟ بفكر ارجع العربيه للواد ده تاني. نعم. ليه؟ العربيه دي هي الطعم اللي هتخليهم يصدقوا ويبصموا بالعشر اني مخابرات واني مش عايز منهم حاجه. يا سعيد، بس عصفور في الايد. اعقلها انت بس. ابراهيم مش هيقدر يفتح عينه فيا بعد كده، والعربيه موجوده وباسم حماده وهيجي لها وقتها. لا معلم. عزة، عايز ايه يا سلام؟ اجي معاكي اوصلك الشغل. مين قالك ان عايزه حد يجي معايا؟ هو انا حد ازعل كده؟ انا قلت نمشي مع بعض لحد الشغل، نتساير نتكلم. وانا مش حمل كلام. انا ما نمتش من امبارح ودماغي مصدعه. وانا كمان ما نمتش من امبارح، ده سهران طول الليل افكر فيكي. سلامه، انا كده هتاخر على الشغل، يعني ولا مني نمت ولا مني رحت الشغل. وانت يعني تاخدي كام في الشغل؟ لما ارجع هبقى اقول لك. لما ترجعي هتتبسطي قوي. انا وابويا هنجيلكوا بعد العصر. الحراميه والنصابين انواع زي الدكاتره بالظبط. مش في دكتور امراض نساء وفي جلديه وفي بطنه، في كمان حراميه وهجامه ومتخصصين في سرقه العربيات. انا شكلت فرقتين بحث قلبوا اسكندريه، وفي 5 دقايق كانت الست اللي الستة سعادتك هما مش كانوا ستة؟ كانوا 6. 6 من اقوى التشكيلات العصابيه في اسكندريه والمناطق المجاوره. يا سلام لما الواحد يبقى له ظهر، اي حاجه تحصل يلقي لها حل. ربنا يبارك لك ويعلي مراتبك يا صلاح بيه. عيب يا حاجه، ده اقل واجب. دين في رقبتي الحماده بيه. على فكره هو بعت رساله ليكم قريب، وانا اديت له تمام بموضوع العربيه. يوه، وما قلتش الكلام ده من الاول ليه؟ هو بيسلم عليكم كلكم، وطلب مني طلب كده عاوزكم جميعا تساعدوني عليه. اللي يقوله حماده يمشي. مش تستني لما نعرف ايه الطلب الأول؟ انا كنت ناوي ابعت له تفاصيل موضوع سرقه العربيه واحكي له عن ال6 بتوع التشكيل العصابي، بس قلت لا خلاص. أحسن برضه صلاح بيه إن أنت ما عملتش كده، يعني بلاش نشغله، كفاية اللي هو فيه. بلاش نشغله. هو عايزني ابني بيت 3 ادوار. الدور الاولاني هيعيش فيه ويتجوز فيه وحضرتك معاه. الدور التاني هيتجوز فيه ابراهيم، والدور التالت للانسه حوريه، لحد يعني ما يجي لها ابن الحلال. بيفكر فينا كلنا. عايز يفرح بيك يا عروسه. أيوه بس البيت اللي هو عايز يبنيه ده هيكلف كتير. ما يتكلف زي ما يتكلف، وانت دافع له حاجه من جيبك؟ دي فلوس. طب ولازمته ايه الكلام ده دلوقتي ياما؟ خلاص يا حاجه، ابراهيم عاقل وهينفذ كلام اخوه، مش كده ولا يا ابراهيم؟ كده سعادتك. اظن بقى وجب رجب نفرح بالولاد. انا بقول نعمل قعده عاديه كده، يلبسها الشبكه ونكتب الكتاب، وبعديها نروح عاملين زفه صغيره كده جوه الحاره وخلاص. لا يا اسطى، انا عايز افرح وافرح عزة، عايز اعمل فرح كبير وبرقاصه. يا ابني الحاجات دي بتكلف فلوس كتير، وانت عارف البير وغطاه. لا يا اسطى رجب، ما احنا هنشيل النص وانت النص. لا يابا، الاسطى راجع مش هيدفع حاجه، انا اللي طلبت وانا اللي هكلف. بقول لك ايه يا اسطى، ما نخليها دخله وكاتب كتاب على طول يوم الثلاث. ما هو التلاك ده بكره يا سلامه. وهو لازم يعني الخميس؟ يا ابني مش القصد. القصد ان احنا مش هنلحق يعني نجهز حاجه. لا ما تحملش هم، من ناحيه التجهيز سيب كله عليا انا. انا قلت اعدي عليكي واخد موافقتك عشان ما تزعليش. بس انا زعلانه. ايوه بس انا كده عملت اللي عليا، اكتر من كده بقى يبقى عداني العيب. انا مش بتكلم عشان فرح البيت، انا بتكلم على العريس ذات نفسه. زي الفل، العريس زي الفل يا عواطف. انت بتغلط نفسك يا راجل. ايوه بغلطها، ولازم افضل مغلطها لاني ما قداميش غير كده يا عواطف. ليه؟ هي بايره ولا ناقصه ايد ولا رجل؟ وبعدين في بني ادم هي رايداه. سابني ومشي، اعمل ايه؟ اجري وراه ولا اربطه واجوزها له بالعافيه؟ سيبهولي وانا اجيبه لغايه عندك. فات اوانه يا ام عبد الله، خلاص الفرح الخميس الجاي. يا راجل، الواد سلامه ده اصل دماغه دماغ ايه؟ هو عنده دماغ اصلا؟ البت هترجع لك يا شيخه فلا الله ولا فالك. ما هو اللي ما يشوفش من الغربال. بقول لك ايه يا ام عبد الله، انا خلاص عملت اللي عليا. السلام عليكم. وعليكم يا اخوي. الو، كنت عارفه انك هتتكلم.
قلبي كان حاسس، حتى الموبايل قدامي وكل شويه يقول هيتكلم هيتكلم. اتكلمت. حوريه انا عايز اشوفك. الشروط يا ست زي ما انت عايزه. طيب ايه اللي تشوفيه؟ مع السلامه. ايه دول؟ دول 1000 جنيه، عايزك تشتري النهارده احلى فستان يا عروسه. وايه لازمتها؟ هو انت مش تنزل معايا؟ هنزل معاكي بس عشان تبقي مطمنه، تبقى الفلوس في جيبك كده تشتري وانت قلبك جامد. انا مطمنه يا سلامه، خلي الفلوس معاك. بجد؟ بجد يا عزه انت مطمنه؟ بجد؟ ايوه يا سلامه، انا عارفه انك مش تستخسر في اي حاجه. امال مش مبينه ليه؟ ده انا عايز افرح. انا عمري ما فرحت في حياتي يا عزه. طول عمري بسمع الكلام وبس، اسمع كلام ابويا واسمع كلام الخواجه، بفرح بس لما يقولوا لي افرح. لكن انت فرحه عمري اللي بجد يا عزه. انت بتعيطي ليه؟ هي دي دموع الفرح صح؟ الشاي والبسبوسه اللي بتحبها يا سلامه. ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لحقتي تعيطها يا سلامه؟ لا يا خالتي، دي دموع الفرح مش كده؟ اه يا اما دي دموع الفرح. طب قومي يا معدوله اغسلي وشك واظبطي روحك على بال ما سلامه يشرب الشاي عشان ننزل نشتري الفستان. يلا حبيبتي. امسكي يا خالتي. ايه دول؟ دول 1000 جنيه. ها ايه رايك؟ حلو المكان، ظريف. ده الموقع الرسمي للحب في اسكندريه. وانت جايباني هنا ليه؟ سامع؟ سامع ايه؟ صوت المزيكا. من اخر مره اتقابلنا وانا في صوت بيانو معايا طول الوقت. انت لخبطت دماغي. عشان اخر مره يعني لما اتقابلنا وحطيت ايدك على ايدي. عملت لي فيلم، قصدي يعني عملت مشكله كبيره وهي مش مستاهله. الواحد لما بيدوق الحاجه لاول مره ممكن ما يستطعمهاش، بس بعد كده بيعرف طعمها. اتغيرت قوي، ما بقتش فاهم حاجه. انا مبسوطه قوي ان احنا هنا. وانا كمان. ها قولي بقى هتبني لنا فين؟ انا عايزه اسكن في كفر عبده. لا كفر عبده غالي قوي وكمان بقى زحمه. انا بشوف مكان تاني اهدى. طب لما نبص فيه من الدور الثالث هنشوف ايه؟ مش عارف. ماما رايها ايه؟ ماما مبسوطه جدا، بس ابراهيم هو اللي خايف على فلوسه. دي مش فلوسه، دي فلوس حماده. صح، عندك حق. يلا. عزه ايه الاخبار؟ عاجبك الفستان؟ ايوه عجبني، والله العظيم عجبني. بتردي جدع كده ليه؟ اصل ياما بقاله 10 مرات بيسالني نفس السؤال. برضه تردي عدل. يوه. معلش يا سلامه ما تزعلش، هي البنات كده لما يقرب ميعاد الفرح تبقى عصبيه، لا على حامي ولا على بارد. عشان كده. طب بالاذن بقى خالتي هروح انا الدكان. لا والله ابدا، ده انا عامله حسابك على الغدا ما يصحش، ده انا عامله باميه. تعالى يا حبيبي. ماشي يا خالتي. معقول؟ معقول يعرف يعمل دي؟ لا ده يبقى السحر كله في النضارة. مش طايقاه يابا. اللي هو مين ده يا حبيبتي؟ يا ابن اللذينة! يوه اسمعني بقى يابا. في ايه؟ في ايه يا عزة؟ نعم. مش عايزه اتجوز سلام. العبط اللي بتقوليه ده يا بت. جاي تقولي الكلام ده دلوقتي؟ بعد كل اللي صرفه وكل اللي جابه؟ انت جرى لمخك حاجة؟ يابا مش طايقاه، كل ما ابص في وشه ببقى عايز اعيط. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. بص يا حبيبتي، انا طول عمري عارف ان انت عاقله. سلام الراجل ابن حلال وشريكي. وبعدين يعني ما تنسيش ان انت اتفسخت خطوبتك مرتين يا عزه. يعني كل اللي هيجيلك بعد كده يا اما واحد متجوز يا واحد معاه عيال. فسلامه احسن لك من اللي جاي يا حبيبتي. اسمعي كلام ابوكي، انا فاهم الدنيا اكتر منك، ما تزعلنيش.
ما تزعلنيش وتضحك عليا اللي يسوى ولا ما يسواش. يكون في علمك سلامة ده هو وقت الجد هيقول لك ادوني كل اللي صرفته. انت عارفه البير والغطا يا عزه، وعارفه الظروف. يرضيك يا حبيبتي ان انا اصغر ابوكي؟ لا يابا ما يرضينيش. جدع جدع يا حبيبتي. امال فستانك فين؟ امي طالعه بيه ورايا. عارفه يا عزه، انا نفسي ومنى عيني افرح بيكي واشيل عيالك على ايدي كده قبل ما اموت. بعد الشر عليك يابا. اتفضل يا سلامة، اتفضل. هو انت غريب؟ الو. ايوه عزه. الو عزه. انت ما بترديش ليه؟ فرحي بكره يا عماد، فرحي بكره. بقول لك ايه يا سامي، عايزك بقى تروقني. مش انت اللي عمال تساعد البرنس؟ انا كمان عايز ابقى برنس. سعيد مين يا عم؟ سعيد ده من ساعة ما رجع من بره وهو بيحرق بره وشعره وحش. ايه يا عم سلامة؟ ابوك ده خنقني وفي الاخر عايز يقسم لي في رزقي. بيمصلح عليه. ابويا انا؟ ليه عمل ايه؟ بعد ما اتفقنا على المسرح وكله قال لي زود 500 جنيه وهو ياخدهم. انا ابويا ما يعملش كده، انت كداب يا حوكه. تصدق انا غلطان ان انا ما اكلتكش لابوك من اول ولا سمعت الكلمتين دول. انت حبيت تنصص معاه بس ما عرفتش. بس يا عم سامي احلى انت بس. بقول لك ايه يا عم سلامة، حاسبني انت وطلع ابوك من الحوار ده. حوكه خلص اتكل على الله عشان شغلنا. خلاص يا حوكه، روح ابقى حاسبك انا. قشطه سلام. شايف يا سامي؟ شايف ابويا بيعمل ايه؟ طمعان فيا. يا عم ما تخليش عايز زي حوكه ده يوقع بينك وبين ابوك. انت في الاخر هتقعد معاه. اقعد معاه؟ ما انا قاعد معاه بفلوسي وقاعد معاه بمزاجه. كمان مشاء خدتها له بالعنايات بالعافيه. ماشي يابا ماشي. ابراهيم ولا ابراهيم. ايه ده بتعمل ايه يا اما؟ يعني انده عليك ما تردش، افتح الدولاب تقوم مفزوع كده. وبتفتح الدولاب ليه؟ عايزه فلوس من اللي معاك. فلوس ايه؟ ما انت عندك فلوس. فلوسي حطيتها لي حوريه في البوسطه وانا محتاجه مبلغ كبير. مبلغ كبير قد ايه؟ انت هتحقق معايا، عايزه 10. 10,000 جنيه على الصبح؟ صبح ايه يا ابو صبح؟ ده العصر قرب جدا. بقول لك ايه، عندك فلوسك اعملي فيها اللي انت عايزاه. انا فلوسي محدش يلمسها. يا ندل بقول لك سلف لحد ما اجيب فلوسي من البوسطه. سلف ولا سلف وهترجعيهم؟ اخس عليك يا ابراهيم، كنتش فاكراك وحش كده. لا انا وحش كده. بقالك 4 ساعات عند الحلاق، كنت بتعمل ايه؟ ودفعت له كام بقى في ال4 ساعات دول؟ جراء يابا، وانا لسه صبي عندك في الورشه؟ ده انا عريس ومن حق اروق نفسي. ما انا اتجوزت قبل كده مرتين، وكبيري اقص شعري واحلق دقني. انت قلت ايه الواد حوكه يابا؟ انت بتصدق الواد الكذاب ده؟ ده حته عيل نصاب. احنا كان المفروض جبنا الفراشه من عند دقماء احسن منه وارخص. لما تعوز فلوس يابا بقول لي، وانا مش هعز عليك حاجه. على اخر الزمن هاخد منك انت؟ ليه؟ هي خلاص باظت؟ ما انا عمال اقول لك نوضب الدكان لما لسان الدلدل ولا سالت فيا. كله باوانه يابا، اتجوز انا بس وهوضب لك الدكان. هما النجارين نصبوا اوضه النوم من بدري، وحماتك هناك بتفرش. وعزه معاها؟ لا سابتها من يجي ساعتين كده. طب هطلع لها بقى يمكن تكون عايزه حاجه. روح يا اخويا، تطيلهم لغايه ما يركبوك وياخدوا فلوسك. جاتك نيله فيك وفي امك. متشكرين يا بنات، تعبناكم معانا، نجاملكم يوم فرحكم يا رب. يلا يا بنات يلا. اهلا انشطه. ايه انشطه دي؟ يعني جوز اختي. يوه بدلعك. بس يا بنت، سلامة مالوش في الدلع ده، سلامة راجل جد. ويلا اتكلي انت على الله على بيتك، من نجمة الاقيكي قدامي. كنتش جوزك الموكوس ده خلاكي بيتي مع اختك؟ ما انا ياما هو معاكي من اول النهار، وان شاء الله قبل ما تصحي هكون عندك. سلام يا انشطه. ايه يا خالتي عامله ايه؟ خلصتوا؟ ايوه تهد حيلنا والله، وضبنا الشقة كلها حتى اوضة ابوك.
هدومك بقى يا حبيبي انا رصيتها لك في الدولاب في الضرفه اللي على اليمين، وادي مفتاح الاوضه، محدش يدخلها فاهم، لحسن حد يرش لكم حاجه ولا يعمل لكم عمل. حاضر يا خالتي. امال عزه مشيت ليه؟ تعبت يا عين امها، ما كانش فاضل حاجه، قلت لها روحي ارتاحي انت. هي برضو متاثره يا سلامه عشان ما عملنا لهاش حنه زي بقيه البنات، فانت يا اخويا واخدنا على الحال. معلش بقى يا خالتي، ما بكره الفرح ونفرح كلنا. ربنا يجعل ايامكم كلها فرح وهنا. على العصر تجيب ابوك والمأذون والشهود، وما تكترش في الناس اللي معاك وما تتاخرش. حاضر يا خالتي. سلام عليكم. مع السلامه. خلي بالك من عزه يا سلامه. توصينا انا عزه يا خالتي. ربنا يحفظك يا حبيبي. مش عارفه ربنا ما خلقنيش راجل ليه، كنت اقعد اتفرج على التلفزيون ولا على بالي. اتأخرتوا ليه؟ الشقه بعيد عنك منتنه، انا عارفه هم عايشين فيها ازاي. شفت يا رجب بنتك وعمايلها؟ بقول لك ايه اعتدال على مهلك على البيت، احنا عايزين نلصمها لغايه ما نوديها بيت جوزها. اهو دلعك ده هو اللي عوجها، اكسر للبت طلع يطلع لها 24. جت نامت طبعا. هي مين دي؟ عزه. عزه ما جاتش اصلا، هي مش معاكي؟ يا مصيبتي دي سايباني بقالها ساعتين واكتر، لا تكون عملت في روحها حاجه. بتدور على ايه؟ بتدور على ايه يا رجل؟ اكتمي انت هتعددي. تكون راحت عند كريمه. كريمه لسه سايباني. ولا هتكون راحت فين؟ تكون عدت على العواطف عشان تتفك معاها بكلمتين. مش عارفه بابا عواطف مقفول ولا جايه. يا لهوي يستر يا رب. موبايلها مقفول. يا مصيبتي يا مصيبتي، بنتي عملت في روحها حاجه يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي اسمعي، عايزة بس. اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه 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 أيوه. مساء الخير يا عواطف. مساك مساك، بتبص على إيه؟ هو مفيش حد عدى عليكي؟ حد زي مين يعني؟ اي حد عواطف. ده اتجننت يا راجل انت، قصدك ايه؟ هكون مخبيه حد عندي يعني؟ وطي صوتك، بلاش فضايح. عزه بنتي ما عدتش عليكي. يا لهوي، البنت طفشت مش لاقيينها. والعيش والملح. رحمة اسماعيل ما تعرفي فين ولا شفتيها؟ طب وحياة ربنا اللي احسن من الكل، ولا اعرف عنها حاجه ولا شفتها. امال ايه الكلام اللي انت قلتيهولي ده؟ شكله كده زي ما تكوني كنت عارفه حاجه يا عواطف. بالمفهوميه يا راجل يا مجنون انت، بالعقل. يعني ممكن عزه بنتي تكون عملت في نفسها حاجه. انت السبب، انت اللي عملت كده. البنت لا لقيت منفذ ولا لقيت حد يسمعها. فضحتك يا رجل. طب الفرح اللي بكره ده والفضيحه يا عواطف. فرح ايه؟ لحمك اهم. دور على البنت وان شاء الله ربنا هيعطرك فيها. اهلا يا عم رجب. الحمد لله. الف مبروك لعزه، انا فرحت لها. فيك الخير. طبعا كل شيء اسمه نصيب. مع السلامه. عماد،
عماد، رايح فين يا ابني انت؟ وما سالتوش وش ليه؟ ما انا خايف من الفضيحه. فضيحه ما حصلت واللي كان. طب بقول لك يا عاطف، تكونش البت يعني راحت عند واحده من زمايلها وزمانها جايه؟ ولما هي راحت عند واحده من زمايلها جاي تسالني ليه وكلمت عماد ليه؟ انت بتدرى ورا صباعك يا رجب. بصبر روحي، بطمن نفسي باي حاجه. ايوه يا عماد، البت عزه طفشت ما جاتلكش؟ فضحتيني يا عواطف. يابا يابا انت فرغلي؟ عايز ايه؟ ما تعرفش الجرابات دي اتربت ازاي؟ وريني كده. بس استنى عندك، ما تخشش. ايه في ايه؟ مش عاوز نخش الاوضه ليه؟ ما تخشش اوضه العروسه. وهي العروسه جوه؟ لا بس حاجاتها جوه في كل حته، عيب. المهم عايزك بقى تربط لي الجرافته دي، عشان كل ما اربطها بتطلع مره طويله مره قصيره، مش عارف مالها. ما خليتش البياع يربطها لك ليه؟ اتكسفت. هتعرف تربطها ولا هتفضل تتنقر عليا؟ هات نجرب. هو انت قاعد فرحان كده ليه؟ انت المفروض تندم على اليوم ده واسال مجرب. عمري ما هندم يابا، طالما هتجوز عزه هندم ازاي؟ انت عامل زي العيل يوم العيد، اعقل كده واتقل. اذبح لها القطه من اولها عشان تعيش مالي مركزك. حكيمانه كريه قلبي الراجل اللي ما يملاش مركزه قدام الحريم. عمال تهندس انت ولا عارف تربطها ولا بتاع. سعيد كنت فين يا ابني انت؟ ما تردش عليا ليه؟ مش مهم، انا لازم انزل مصر دلوقتي حالا، اديني فلوس. نعم، والناس اللي جايه تشوف الارض نعمل معاها ان شاء الله. اجلهم وقول لهم اي حاجه، عزه هربت وسابت البيت. ما انا عارف. عزه يا عزه. عزه، انت ايه اللي جابك هنا؟ وما اتصلتيش بيا ليه؟ ما انا خفت اكلمك تقول لابويا وبوظ كل حاجه. ابوظ ايه ونيل ايه؟ انت اللي بوظتي كل حاجه. يا ابني اهدى بقى انت رخر. خلينا نفكر بالعقل يا عماد. اتفضلي قدامي هوديكي لابوكي. الحقني يا سعيد، مش قلت لك هيرجعني لابويا؟ الحقني يا سعيد. هي الحكايه بالظبط، انا بتقرطص هنا ولا ايه؟ متقرطص هي نطع انت. هي كلامها صح، ما ينفعش ترجع لابوها. والفضيحه اللي عملتها المجنونه دي؟ الفضيحه حصلت خلاص، زمان امي صوتت لما رجعت البيت ما لقيتنيش، وابوي زمانه قلب الدنيا عليا. بقول لك يا سعيد، اذا كنت خايف على الناس بتوع الارض، انا ساعتين رايح وساعتين راجع، هوديها لابوها وارجع. انت حمار، بنقول لك ما ينفعش. ما لقيتهاش. النهار طلع والبنت ماتت بره. عزة راحت، عزة راحت عندنا، البنت راحت. عزة كريمه، صباح الخير يابا. في ايه يا عمر؟ ابويا ما بيردش ليه؟ سيب ابوك في اللي هو فيه. انت زعلان مني عشان انا ما بيتش معاكم؟ ده هو سواد الليل. لا يا كريمه، اختك هربت. يا لهوي، كده هتطلق. يلا عشان تبقى كملت. انا خالها وكيلها يا مولانا. وكلتي خالك استاذ سعيد يا عزه؟ ايوه وكلت. على بركه الله. وانت يا عريس حط ايدك في ايد الاستاذ سعيد. قول ورايا: اني استغفرت الله. بس هنا يا ساتر، مخبطتني. امسك. لا كتير، هات ده. في شوك. صباح الخير يا معلم. صباح زي غيره. تعالى هنا. رايح فين؟ طالع فوق عند عروستي. عروستك مش فوق، امشي روح يلا. لا ما طالع لحماتي، عشان قالت لي اقول لها هجيب كام واحد ساعه كاتب الكتاب، اصلها قالت لي ما تكترش. انت ما بتفهمش يا سلامه، صح؟ بقول لك عروستك مش فوق، روح. في ايه يا ام عبده؟ انت مالك انت؟ مل على جنابك.
يا واد عندهم ميتم فوق، ما تزودش همهم، خلي عندك دم. ميتم ايه؟ النهارده فرحي يا ام عبده. شكلك كده دماغك فوتت. انا دماغي توزن 10 زيك. عروستك طفشت من وشك، فهمت يا سلامه؟ مش هيحصل ومش عايز ومش رايح، انا ماشي. يا ابني عقل امال، الراجل زمانه جاي هياخدنا ويفرجنا على الارض. مش هروح واعلى ما في خيله واركبه. يا ابراهيم استنى طيب لغايه لما يجي، بقول له الكلام ده بنفسك يا اخي. هقول له، هو انا اخاف منه؟ شكلك هتقول له دلوقتي حالا، اهو جه. صباح الخير. اتفضل. صباح النور يا حوريه. الله، ما انتوا شكلكم جاهزين اهو. يلا بينا بقى عشان الراجل مستنينا. والله يا ابني انا مش عارفه اقول لك ايه. في ايه يا انتوا غيرتوا رايكم ولا ايه؟ مش احنا، ابراهيم هو اللي رفض الفكره من اساسها. رفض الفكره ومن اساسها؟ بص يا باشا. اسكت انت. بعد اذنك يا حاجه، عايز ابراهيم في كلمتين على انفراد. وماله يا اخويا، اتفضل بيتك. اتفضل قدامي. هجوزك اللي احسن منها. وبعدين دي بنت ناشفه ومصديه، انا مش عارف كان عاجبك فيها ايه. ما تزعلش، لما تهرب دلوقتي احسن ما تهرب وهي في بيتك، تبقى في عب ابوها. صح؟ وبعدين ابوها لازم يدفع كل التكاليف اللي اتكلفناها. الله، هتعمل لي فيها جدع؟ ما بقاش في حاجة عندهم يتبكى عليها. لما يجي حماده يعمل اللي هو عايزه، انا مش هعمل حاجه، مش هضيع الفلوس على ارض وبنا. انت عارف يا ابراهيم انا ممكن اعمل فيك ايه؟ وبالقانون. انا ما عملتش حاجه غلط. لا عملت. لما رفعت قضيه بغياب حماده عملت، ولما خدت حكم الغياب وطلعت شهاده الوفاه عملت، ولما صرفت الفلوس من البنك يا ابراهيم عملت. بس انا ما كنتش اعرف انه عايش. واديك عرفت. تعرف بقى انا ممكن ارفع عليك قضيه تزوير تاخد حكم قد ايه؟ 7 سنين. دي قضيه التزوير لوحدها، ده غير بقى استيلائك على فلوس اخوك. طب وانا خدتها لوحدي؟ ما حوريه خدت وامي خدت، وحماده مش هيرضين ان امه واخته يتحبسوا. هما مالهم؟ انت صرفت الفلوس بتوكيلات منهم يا ابراهيم. ده غير بقى ان انا هوصي عليك يدلعوك ويشخلعوك قبل ما تخش السجن. ده غير موضوع العربيه اللي شكلك فيه هيبقى زباله قدام امك واختك، وانا بقى رايح اقول لهم دلوقتي. لا استنى. لا يا ابراهيم، انا شلت. انا عايز اقول لك على حاجه. قول. اللي انت شايفه صح اعمله. انزل اسبقنا على العربيه، يلا. سامحني يا رب، انت اللي عالم بيا. استغفر الله العظيم يا رب. انا عارف انك ما بتكلمش نفسي اكتر من وسعها، والموضوع ده فوق طاقتي. سامحني. الله اكبر. يا سلام.
توصل يا سلامة يا حبيبي. اهو ده العقل ولا بلاش. ده انا كنت خايف عليك. الله اكبر. ربنا يهديك يا ابني ويكملك بعقلك. يا سلام. الله اكبر. تعرف الصلاة دي هي اللي هتخرجك من اللي انت فيه. الله اكبر. الحقوني الحقوني يا ناس الحقوني. رخصتك ورخص العربيه. يا صلاح بنت هتديله الرخص؟ يا ابني انت مش عارف ده مين؟ اسكت انت يا ابراهيم. اتفضل. باشا، سعادة الباشا، الرخص يا باشا. سعيد البرنس، هاتولي بسرعة يا أمين، بسرعة. انزل كلم الباشا عاوزك. في ايه يا صلاح بيه؟ الدنيا ده قوي يا برنس. خرم ابره يا باشا. ايه اللي جابك اسكندريه يا واد؟ اكل العيش سيادتك. انا الجماعه اللي معايا دول كان عندهم توصيله اسكندريه، يعني قلت اوصلهم. بس الشياكه دي يالا انت نضفت قوي. طول عمري برنس لا مؤاخذه. العربيه دي بتاعتك؟ لا انا باكل عليها عيش. لو اي حاجه عايزها سيادتك، عايز توصل المدام الاولاد اي حاجه تحت امرك يا باشا. ربنا يخليك. تعالى بس، رايح فين وانا مش هسيبك. ليه يا فندم انا عملت حاجه؟ مش هسيبك الا لما تسمعني اخر نكته. ماشي. متاخر كده ليه؟ ما تنزل يا ابني شوف في ايه. يا اما انا اللي هنزل اشوفه برضه، ما هو ضابط مخابرات يعني حكومه في قلب بعضيهم. طبعا صديق بيه راجل محترم وسمعته سابقاه وكلمته واحده. بس احنا يا باشا طمعانين في كرمك النهارده. ان شاء الله. تشربوا ايه بقى عشان الحر؟ خروب؟ انت اكيد بتشتغلنا وفي خروف في الحته المقطوعه دي. يا باشا مفيش داعي للمشاريع، الناس جايه تتفرج على الارض وتخلص. بص يا حاجه، بص يا مدموزيل، ما تبصش انت. هو الباشا ماله مال يا صلاح بيه؟ الارض دي هتبقى كومباوند. الكومباوند ده هيبقى اسمه كومباوند البرنس. ليه بنسميه بقى كومباوند البرنس؟ عشان مش هيقعد هنا غير البرنسات. طبعا احنا وصلنا مواسير الميه والصرف الصحي وكل حاجه. بص يا حاجه، عندك هناك قطعه الارض دي واخدها وزير العدل. القطعه اللي بعديها بتاعت رئيس الوزراء. يا سلام، وكل دول بقى شاريين هنا؟ الكومباوند ده هيبقى تري شيك. حضرتك بس اصبري 6 اشهر هتلاقي هنا مليان خضره، وهيبقى فيه ملاعب جولف وملاعب سكواش وسويمنج بولز. ده هيبقى جنه. انا لولا بس الباشا كنت صبرت 6 اشهر وضربت السعر في 3. طب يا صديق باشا، يعني الناس عايزه تخلص تدفع الفلوس وتمضي العقود. ايوه بس العقود دي لازم تتكتب عند محامي. طبعا لازم تضمنوا حقكم، وانا كمان اضمن فلوسي. رايحة فين يا عنايات؟ رايحه الشغل. انت شغالة؟ اشتغلت فين؟ وانت مالك؟ طب انا خديني معاكي. اخدك معايا فين؟ الشغل شغليني معاكي. طب وانت ما تروحش شغلك ليه يا فالح؟ لا بقى، ما هو رامي خلاص مش عايز اشوف وش تاني. ليه عملت ايه؟ كان في عربية مغيرة ربع، رامي عايز ابيعها جديدة. حرام ده ولا مش حرام؟ يا اخي حرمت عليك عيشتك، وانت مالك مغيره ربع ولا نص؟ ما انا قلت للزبون عشان يفهم. خرب بيتك، خربت البيعه. انا قلت اقول للزبون يمكن يديني قرشين، بس طلع ما بيفهمش. بس خلاص بقى، انا مش هوجع دماغي. انا هقعد في البيت ومش هشتغل تاني. مش هتشتغل تاني؟ امال ناوي تعمل ايه يا فالح؟ هتجوز واحدة نايمة على القراصين وعايز سلطان زماني. ودي هتلاقيها فين يا زلطه؟ موجودة، بس الموضوع عايز شوية مخ. خش يابا. الف سلام عليك. الف سلام عليك. ابعد ايد عني. انت لسه زعلان مني يابا؟ مش طايق اشوف وشك من ساعة اللي عملوه فيا في المستشفى. بس انا ما قصدتش حاجه، انت اللي شربت العصير. تموتني وتقول ما قصدتش، هي دي فيها قصد. انا كنت عايز اموت نفسي. ليه؟ ايه اللي حصل في الدنيا يخليك تموت نفسك وتخسر اخرتك؟ ما النسوان في الشوارع على قفا من يشيل. يابا بحبها. هو انت ليه مش مقدر؟ يا سلامة، انت معاك فلوس وربنا فتحها عليك. سيب لي نفسك وانا اجوزك ست ستها. بس انا عايز دي.
مفيش دي. نعمل ايه؟ قسما بالله العظيم لو جبت سيرتها تاني على لسانك ولا فتحت بقك. اسمع يا ابني، قول يابا. اللي انت فيه ده بلوى مش حب، ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، زي اي واحد بتخبطه عربية او اي واحد بيجيله مرض وحش. يبقى احنا في الوضع ده نعمل ايه؟ مش عارف. يصبر. صح، يبقى المفروض ان احنا نصبر على اللي بلانا بيه ربنا، وكل ما نصبر اكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يجازينا. هنفرض انك انت عيان بحب عزة، ولو ان انا مش عارف انت ليه تعيا بيه، يبقى دواك ايه؟ ان احنا نجوزك واحدة تدلعك تهننك، وانت ايه؟ تصبر. فاهمني؟ ها؟ فاهمني؟ فاهمني؟ اهلا يا ام عبد الله، اتفضلي. ما الرجب فين؟ الراجل هيضيع مني يا اختي، قافل على نفسه وعمال يعيط زي العيال، مش طايق يكلم حد. الله يكون في عونه، هو اللي فيه شويه. فاكر البت عملت في نفسها حاجه وبيقول انا اللي موتها. طب اندهيهولي ولما يجي ابقي سيبينا لوحدينا. انت عرفتي حاجه يا اختي؟ طمنيني، ربنا يطمن قلبك ويرد لك عبد الله يا رب ويفك سجنه. اتكلم مع الاول وبعدين افهمك. عزة بخير؟ بخير. يا بنتي انت بتكلميني عن شخصية خيالية، أنا خايفة تكوني عايشة في الوهم. ضياء انت ليه بتقولي كده؟ على فكرة صلاح ده حد حقيقي جدا. واضح إنك ما تعرفيش حاجة عنه، ولا عارفة حاجة عنه مش عايزة تقوليلي. بصي، هو اللي عرفته عنه مش كتير، بس ممكن الواحدة تحب واحد وما تعرفوش كويس. بصي بقى، أنا من ناحيتي ما ينفعش ارتبط بواحد غير لازم أبقى عارفة عنه كل حاجة. عنده شقة ولا ما عندوش، عايش لوحده ولا مع مامته، بيشتغل ايه، بيقبض كام. هو انت طول عمرك مادية كده وما بتفكريش غير في الحاجات دي؟ مفيش عندك بقى حاجة اسمها مشاعر وأحاسيس راقية؟ هو أنا علشان مش موافقة على اللي انت بتقوليه يبقى هتهاجميني؟ بلاش الطريقة دي معايا يا حورية. يا بنتي أنا والله ما أقصدش حاجة، أنا كل اللي أنا بس قصداه إن الحب مش محتاج لكل الحاجات دي. انت بتحبيه كده في الهوا ولا بتحبيه وعايزة تتجوزيه؟ طبعا عايزة أتجوزه. يبقى لازم تعرفي عنه كل حاجة، لأن ممكن تلاقي حاجات تعرفيها عنه تخليه ما ينفعش، لا يصلح. حاجات زي إيه مثلا؟ أمه قرشانة مثلا، عايشة معاه في البيت، خاله حرامي وسوابق. خاله إيه يا بنتي اللي سوابق؟ بقول لك ده باشا، يعني شغال في منصب كبير. اللي هو إيه بقى؟ أنت عارفة ومخبية ولا ما تعرفيش؟ بصراحة عارفة ومخبية. مخبية؟ هو أنا مش أنتمتك وما بخبيش عنك حاجة، يبقى لازم تقوليلي. بصي معلش يا ضياء، الموضوع ده بالذات ما ينفعش احكي لك عنه اي تفاصيل. عامة انا قلت لك حاولي تاخدي بالك قبل رجليكي ما تطبي. وبعدين بقى انت هتقلقيني ليه يا ضياء؟ انت يا مسلتي انت يا عاطف بدل ما تباحي. اعلي يا راجل، هات السكينه. ما تخافيش يا اعتدال، ده بيهوش مش هيعمل حاجه. طيب انت فين؟ رقبتي اهي، اذبح يا راجل. حرام عليكي، حرام عليك يا عاطف. هات السكينه دي واقعد عشان نتكلم. حاضر. هاي ابوس ايدك يا عاطف، قولي لي بنتي فين؟ عند سعيد في اسكندريه. يبقى انا كنت صح، انا كنت عارف ان انت اللي ورا الحكايه دي. بنتي بتعمل ايه في اسكندريه؟ اخوك بيعمل ايه بالبنت يا عواطف؟ هو في ايه؟ انت هتلبس الواد تهمه؟ وبعدين على فكره بقى، بنتك زي الفل، لا حد لمسها ولا هيلمسها ابدا الا بموافقتك ورضاك. ده الاتفاق اللي بيني وبين سعيد.